عندنا الاستاد وعندنا الاستاد ونقدروا نديروا كوب دي موند زوج. هادو اللي كانوا يقونفلي وينفخوا ويقولوا لنا عندنا الاستاد عندنا الاستاد، وين راهم مخبيين؟ ما كاش مستوى ما كاش، ضعيف جدا فريقنا الوطني المحليين. انا قلت زعما يروحوا الدومي فينا يشرفونا فينا والله غير البارح اقسم بالله يا اخو غير قنط، والله غير قنط، زعفت قلت شو ليكيب عندهم كوب دافريك هكذا، وقلت المحليين ما عندهمش. في الشان هنايا راحوا فينال خسروا. المشاركة تاع المنتخب المغربي في الشان الجاري حاليا في كينيا وتنزانيا واوغندا هي مشاركة غير قانونية، وهنا نزيد نثبت لكم بالدليل بأن فوزي لقجع استغل تواجده في الفيفا والكاف ليعفس على كل القوانين. قلت لك مناسباتي. اليوم الناس تتكلم على المشروع، نعاود نتكلم واش كان يقول لان راهو حاضر تما وسمعونا. اليوم غنينا واستغنينا من بطوله عرجه، كل مره الديسك يعاود يولي، ولكن اموال طائله راهي تصرف وتهدر. انا اليوم دوك نديروا تحاليل تاع المقابلات سيدي، خرجنا تمتم رحنا الفريق الوطني كاع المقابلات نتاعو هو اللي كان فائز متفوق في الاستحواذ في اللعب في الحضور الجماعي في الكذا في كل اللقاءات مع السودان مع غينيا مع النيجر وكذا، ولم تتغير الطريقه، نفس الطريقه كانك الدور هكذا تشوف الماتش تاع النيجر، الدور هكذا تشوف في نفس المقابله. واليوم نتكلم ونقولوا باللي لان شوف اليوم اذا كان حبينا نروحوا لابعد حد ممكن، لو حبينا نردوا كان في الجزائر خلاص ما بقاش لاعبين يا بلو جون، ما كانش هذا خطا فادح. إذا ما رحناش إلى لب الموضوع ولماذا لحقنا لهذه الدرجة، أنا أقول راح نقعدوا غير ندوروا هكذا والناس جاية تبروفيتي وتدي في الدراهم وتروح ومن بعد يدوروا يقولوا لك ما عندكم والو في الجزائر، ما عندنا والو، علينا أن نديروا الدياغنوستيك ونجيبوا الدواء. أنت دوك نديك للطبيب مريض ونقعد قال يا وليدي والله راك مريض بالحمى، يا وليدي راك مريض بالحمى وما نجيب لك دواء ما والو. علينا أن نلقى الحلول الأنجح. المشروع يا أخي المشروع ماهوش مناسباتي، عندما نتكلم المشروع هو دوام الخطوط المنتهجة، الخطوط التي تسطر من طرف من ما تتسطرش من طرف مدرب يجي يقول لك انايا قلت له روح وكذا. ولذا اقول اليوم سي ان اوكازيونيل، لان علاش وشنو لوكازيونيل نعاود نولي ماشي هو جا ومن بعد على بالك واش دار، جيب 4 منا، 2 من السياسيين، 3 منا، 4 منا، هاي نديروا ايكيب. بصح اذا كان عندنا مشروع وعندنا منهجيه وطريقه عمل لتحضير منتخبات، المنتخب ماشي تحضروا هكذا وتقول اسمع روح تدي لاكوب دافريك، تحس باللي راح يدي لاكوب دافريك ولا ما راحش يدي، تحس. واليوم نعاود نرجع اليوم لان الا كان نديروا لي بيلون نديروا كاع لي بيلون، وعلاش بالماضي ما خفقش بعد تتويجوا اللي كان 2019 جا 7 شهور دا كوب دافريك و5 سنين اخفاقات متتاليه. لماذا لم نتكلم على اللاعبين وما نتكلمش على هذه الاشياء؟ لماذا؟ شوف الا قاعدين اليوم ديفونديو الناس خطا فادح، ديفونديو لالجيري لانتيري لالجيري، ديفوندي لو فوتبول نو ديفوندي بلو لي بيرسون. هذا هو اللي راهي خلى كرة الجزائر كرة القدم الجزائرية راهي عندنا اون تو بور ريسير، بصح ما عندناش العقل. عندنا اليوم راني مع فلان راني مع فلتان راني مع اكس وراني مع عيب وعار كبير. واليوم اللي راهم متسببين يعرفوا رواحهم باسكو لو كان يعطيونا الكلمة ماشي هنا الناس اللي راهي مسؤولة على هذا القطاع والناس اللي راهي مسؤولة على نقولوا لهم واش كاين. غادي نتكلم من شكون مسؤول مراد؟ ما نقولش انا هنا، انا شوف اليوم لا ارمي الزيت على النار، علينا اليوم اذا كان قلنا الجزائر شوف ما لازمش غير تنشعني وننشعك باش انا قلت كلمه راك شوف كيفاش نط. انا لم اقول باللي ما قلتش بوكرة ما يعرفش، قلت اوكازيونيل، قلت اوكازيونيل، اسمح لي قلت اوكازيونيل. واش معناتها؟ معناتها هذا المدرب جا دار كاس العرب هكذا ولا لا؟ نجح في كاس العرب ثم جا دار شان هنايا هكذا الحقل النهائي، ما تقولوش حوايج بزاف هكذا. كنا نديروا مشروع مع هذا المدرب ماشي يروح يدرب لي وتعاود تردوا هو، لا المشروع يتبنى، المشروع ماهوش في ظرفي.
البناء لو كان ما تكونش لا بناء وقاعده ما يكون حتى مشروع وما تكون حتى نتيجه. مراد والله غير نكمل. وهذه حقيقه، وهذه حقيقه ما يقدرش ما يقدرش يقول لي حتى واحد. لان شوف همشنا لا خاطرش لا همشنا انا اقول اليوم عمري ما حبيت باسكو لي جون تاع درك ما يعرفوش شكون هذايا ولا همشنا. لماذا همشنا؟ باسكو رانا نجينيو لو كان ندخلوا نجينيو لي زانتيري دو بوكو دو بيرسون. يا للاسف نغنيو باللي عندنا بطوله فاشله وما عندناش لاعبين لا انضباط في الفرق. شكون يدير الانضباط؟ واحد اللاعب يدير الانضباط. المقومات الانستيتيسيون هي اللي دير الانضباط، الانستيتيسيون هي اللي دير المشروع، الانستيتيسيون هي اللي دير خطه الطريق. ماشي تجي انت ديسيدي اش قال لهم بوكرا قال لهم لا نلعب. طيب سنتحدث بعد الفاصل حول الاسئله. سي ممتاز. كي نسمع هكذا نقول كان عليك يا مراد، كان عليك يا مراد. سامحني مراد ما راكش وحدك. اذا كاين ما راكش وحدك. خلاص ساتي لك. سنذهب الى فاصل. بعد الفاصل نتحدث لماذا وصلنا الى هذا الاخفاق منذ اول مباراه. ابقوا معنا. لمن التحق بنا اللحظة نذكركم بأن المنتخب الوطني المحلي خرج من الدور الربع النهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين أمام منتخب السودان الذي يلعب بفريقين هناك في موريتانيا دون بطولة تمثله هناك في السودان. نبحث خلفيات هذا الخروج. لماذا؟ هل نستوعب الدرس؟ وهل نبقى نسير على نفس المنوال الذي نسير عليه منذ سنوات؟ مشكلتنا ليس اليوم فقط، منذ فترة طويلة نحن نعيش هذا الوضع، لكننا هل نستوعب الدرس؟ هل وضعنا مخططا؟ هل لدينا مشروع مستقبلي؟ هذا ما نبحث فيه مع عادل زكري ومراد وردي ومؤمن آيت قاسي. أجدد بكم التحية. توقفت عند اثنين. كان مؤمن سيأخذ الكلمة ثم عادل زكري سأعطيك بعد قليل حول صحيح أو أعود إليك قلت له الكلمة خلاص. يعني قال لك نحن قضية تهميش وما حدث، ولكن المسؤولية مشتركة مع الجميع. صحيح. قبل أن نفصل في هذا الأمر، فزنا في مباراة واحدة. أعطاني عجبتني شيء هو أنك لما تدير تسلسل للمباريات أنك فزت في المباراة الأولى ثم فزت ب3 ثم بعد ذلك تعادلت ثم بعد ذلك تعادلت، ولكن بقيت بنفس المستوى، بقيت ما قدرتش تتغير فنيا. كيف ترى ذلك؟ والله أول شيء أنت لم تتغير طيلة المنافسة. أنا والله غير أريد أن أشكر مراد وردي الذي يعني بسرعة فائقة استطاع أن يرد الأمور. يريد أن يقول بأنك غيرت كلامك. دعني أكون معك واضحا. لا هذا ما تريد قوله. والله لا. ربما أنا أسأت فهمه في طرحه الأول، ولكن الآن لمست منه شجاعة كبيرة المعهودة عند مراد وردي لما قال غياب مشروع، تعيين عشوائي. أنا معك 100%. صح أني نلخص. لم أقول تعيين عشوائي. قلت لا أشكك في قدرات أي حد. ماذا تقول؟ ما عنديش تعيين مناسبات. قلت لك تعيين مناسبات اوكازيونال. واش معناتها؟ مناسبات. معناتها إذا تكلمت على مشروع لازم يكون ريسبونسابل تاع المشروع. كيف واليوم راكم تكلموا لو كان هكذا، لو كان رانا شفنا دوطر جوار كيف درنا لي ماتش اميكو، درنا بلان داكسيون باش نروحوا لا فاز. دوك نولي سؤال حكي ماشي عشوائي. قلت مناسبات. ماشي عشوائي. كيف كل مرة لا راني ننتقد المدرب. حاشا انني اتكلم على اشخاص. لا حاشا، انا ما عنديش هذه. انا اتكلم على الصوره. انت جيبك تكلمت على مردود المنتخب، قلت منذ مباراه كامبا كانني ارى نفس اللاعب. كاش حاجه تغيرت. هذا حق تقني. لست هنا لاناقش. لا العكس. انا العكس. أنا لا أرى العكس يا أستاذ حكيم. نعم. هل رأيت عكس المنتخب؟ ما أدهشني من الإخوة أنهم حقا متفاجئين من مردود المنتخب وخروجه بركلة. أنا ما تفاجأت. خيبة أمل يا ولدي. لا تغيروا كلامكم. لا اتركوني لماذا تقول ما نقول؟ اتركوني تقول حوايج ما قلنا. معليش أنا تحدثت مع تربحنا. تحدثت مع خيبة أمل. كنا ننتظر أحسن. لا ما أنا كنت لا يوجد هذا التهويل. لا نوجه لك سؤال مباشر. لا يوجد تهويل في خروج منتخب لديه بطولة عرجاء، لديه في كل الألقاب التي فاز بها قاريا أو جهويا باللاعبين المحترفين. وشكرا للحاج محمد روراء وربي طول عمره اللي جاب لنا مزدوجي الجنسية وجاب لنا مدربين كفاءة كبيرة في أعلى مستوى، فايدا لوزيك وجون باس. أنا جايك باش قدرنا ندو لي تيتر في الافريق. ما نقدروش ندو لي تيتر، ما ديناهاش باللومي متجر عصاد فرقاني وبن سحاوله. هذا هو الخطاب الانهزامي. هذا هو الخطاب الانهزامي الواقعي. لما تكون انت تكون
لما تكون انت تخصص ميزانيه للتكوين. سامحني من فضلك، لا مقاطعه عثماني مراد كما تقول حوايج ما لازمش تقول. يكمل الفكره، تفضل. ارجو ان تكمل فكرتك، تفضل. حتى يكون عاده. ارجو اختصر. حتى لعبنا في لافريك دي نور، سيتادير لعبنا في الجيري، دينا كوب دافريك في استادنا الله يرحم السي عبد الحميد كرمالي، ولعبنا في مصر في لافريك دي نور، زدنا رحنا لا فينال وديناها. لعبنا دومي فينال في المغرب، لعبنا دومي فينال في ليبيا، لعبنا دومي فينال كارت فينال في تونس بعد ما هزنا. روح لي بدون ما تذكر لي التاريخ، اليوم البطوله تاعك نهار تولي انت تخصص ميزانيه للتكوين، ميزانيه لتكوين المدربين المكونين، نهار تولي عندك دي زاسيس دو فوتبول فيريتابل، تما تقدر تستغني على مزدوجي الجنسيه اللي راهم رافدين لك العالم، حبيت ولا كرهت، بلا هذوك حنا ما نسواوش. ممتاز. هذا ابو العاده، يعجبك هذا الخطاب؟ هذه الوضعيه سي مراد وردي اتكلم وكمل لا سويت. كيفاش لحقنا اسمع تفضل. دوك نقول لك حاجه، من 75 حتى ل 90 يافي اونيك دي زيكيب ناسيونال ريغوليير. سي فري ما ديناش حنا لا كوب دي موند. شوف كنا بعد الاستقلال بحث الله الماسي لي كرون جوار ما لحقناش، باسكو كنا غير كيما خرجنا من ولايه الاستعمار. ولكن جات اون جينيراسيون طينت لاعبين 75 78 79 80 81 82 كوب دي موند 83 تروح لكم بعد تسلسل تاع خطره نكونوا خطره ما نكونوش. علاش ما تحكيش هكذا باش هكذاك نروحوا لي سوليسيون اديكوات. واش اللي تغير بين وبين؟ ما جبناش اكس و ايكغيك، جبنا دي كان كيرماني وكانوا دي زونترينور الجيريان وكانوا كذا. انا جو سوي با كونتر لا فوني اي كونتر لا تكنولوجي. ممتاز. اللي تجي جديده باش تزيد تطلع لنا المستوى راني معها، ولكن اليوم اللي نكونوا موضوعيين واللي نروحوا للمشكل ديريكت. ممتاز.